هل في مرات بتحس إن تركيزك بقى أضعف؟ أفكارك بطيئة، نفسك تعمل حاجة بس مش قادر، كأن دماغك تقيل أو كأن في غيمة سودة جواه؟ اسمعني يا صاحبي، ده مش كسل، ممكن يكون أخطر بكتير. اسمه تعفن الدماغ. بس ما تخافش أبدا، لأني في الفيديو ده هقولك إيه أسبابه، إيه أعراضه، وإزاي تنقذ نفسك قبل ما يفوت الأوان. أول حاجة لازم نعرف يعني إيه تعفن الدماغ أصلا. المصطلح ده يا صاحبي بقى موجود في الطب فعلا من فترة قريبة، والغريب إن الكلمة معبرة بشكل مجنون عن حالتنا في الزمن ده، خصوصا جيل الإنترنت اللي اتولد في وسط الشاشات. دماغك بيموت شوية شوية وإنت مش واخد بالك، لأنك بتستهلكه بطريقة غلط وبتحرمه من التغذية اللي محتاجها. طيب، إيه الأسباب اللي بتوصلنا لتعفن الدماغ؟ أول سبب الإفراط في السوشيال ميديا. منصة ورا منصة، فيديو ورا فيديو، عقلك ما بيلحقش يرتاح. بتتنقل من ضحك لبكى لتحفيز لتفاهة في ثواني. إزاي عايز دماغك يفضل سليم؟ مستحيل. العقل بيختنق من المعلومات السطحية الكتيرة دي ويفقد قدرته على التفكير العميق. السبب التاني قلة النوم. بتنام 3 أو 4 ساعات وتطلب من دماغك يشتغل كويس؟ انت كده بتقتل خلاياك العصبية بإيدك. النوم مش رفاهية، النوم هو الصيانة اليومية لدماغك. السبب التالت السكر والمعجنات. الدماغ محتاج جلوكوز، بس مش بالشكل ده. السكر يديك طاقة لحظية وبعدين يسيبك تعبان ومتوتر ومش مركز. السبب الرابع قلة الحركة. زمان أجدادنا كانوا طول النهار في حركة، صيد، زراعة، مشية. دلوقتي أكل، سرير، موبايل، تيك توك وإنستجرام. من غير حركة الدم ما بيوصلش كويس للدماغ والأكسجين يقل، ساعتها دماغك ينهار. السبب الخامس العلاقات السامة. لما تعيش محاط بين السلبية طاقة دماغك بتتسحب. المشاعر السلبية بتخنق المخ وتلخبط كيميائه. طيب، ايه الأعراض اللي تقولك إن دماغك بدأ يتعفن؟ نسيان متكرر وتشتيت مستمر، عجز عن اتخاذ أبسط القرارات، قلق وتوتر من غير سبب، نوم خفيف ومتقطع، مزاج متقلب، فقدان الحماس والطاقة لأي حاجة. صدقني يا صاحب الفيديوهات القصيرة عدوك الأول. طيب، الحلول إيه؟ أول حاجة، نظف المحتوى اللي بتشوفه. تابع فيديوهات مفيدة، مش أي ترند فارغ يدمر دماغك. تاني حاجة، نظم نومك، نام 7-8 ساعات وحاول قبل نص الليل. تالت حاجة، اتحرك، حتى لو 15 دقيقة رياضة خفيفة يوميا. رابع حاجة، قلل السكر وزود الدهون المفيدة زي المكسرات، زيت الزيتون، الأفوكادو. خامس حاجة، اقرأ، اكتب، فكر، جرب حاجة جديدة. التجديد بيخليك متحمس وتستنى نتائج مختلفة بدل ما تفضل في نفس الروتين القاتل. أنا شخصياً جربت ده وحسيت إني راجع للحياة من تاني، مع إنه متعب أحياناً، بس بيخليني أصحى كل يوم متشوق للحياة. وبس والله.